اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اهلا بيكم في فيديو جديد. زمان كنت بتضايق لما بيتي يوصل للمرحلة دي واحس خلاص ان اتقفلت من التنظيف ومن البيت كله، واقعد بقى اعيط وابقى تايهة ومش عارفة ابتدي منين واعمل ايه. بس في شوية حاجات كده لما اتعلمتها خلاص ما بقاش يهمني التنظيف حتى لو بقى الوضع اسوأ من كده. يعني تقدروا تقولوا كده ان انا خدت مناعة. فتعالي بقى النهاردة علشان اقوي المناعة بتاعتك وخليكي كده تبقي قاعدة لو بيتك وصل لأي ظرف من الظروف للمرحلة دي تبقي قاعدة كده مش همك ولا فارق معاكي وتقولي ده انا هعمل الشقة دي بصباع رجلي الصغير. تعالوا بقى نبتدي ونشوف هنعمل ايه. بصي بقى معايا، اول حاجة كده لما تبدأي يومك الصبح سواء شقتك نظيفة او مش نظيفة، مترتبة او مش مترتبة، قولي الدعاء ده: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. مش بس لما نلاقي ان احنا البيت مش نظيف او محتاجين شوية طاقة كده، لا، حاولي ان انتي بصي يعني ما تخليش احتياجك لربنا اللي هو ايه وقت ما تحتاجي ربنا بس انت بتذكريه وبتدعي، لا، في كل الاوقات. وقبل كده كلمتكم ان ازاي ان احنا في وقت الرخاء ده احسن وقت تذكري فيه ربنا، ان انتي اصلا في وقت رخاء، في وقت ما عندكيش ابتلاءات ولا اي حاجة، بس انتي بتذكري ربنا، انتي فاكرة ربنا في كل وقت، مش وقت الشدة وبس. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بيقول: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الوقت اللي انت فيه في صحة وفي عافية وفي هدوء وفي سكينة وفي راحة بال، ده احلى وقت ان انت تذكري ربنا فيه، تتقربي لربنا فيه. خلي دايما يكون ليكي رصيد عند ربنا علشان لما نيجي يحصل معانا شدة او امتحان نيجي وقتها نطلب من ربنا نلاقي ربنا واقف جنبنا. طولت عليكم في المقدمة بس والله يعني انا شايفة انه مهما قلت تعملي ايه وتنظفي ازاي، يعني كل وصفات التنظيف الاستعانة بالله اولا هي دي يعني اهم حاجة في حياتك كلها، سواء بقى في تنظيف بيتك، في شغل، في دراسة، في تربية اولادك، ان انت تستعيني بالله وان انت تحطي ربنا وطاعة ربنا قدامك هي رقم واحد. ده اللي هيخليك ان انت تحققي اي حاجة انت عايزاها مهما كانت صغيرة. يعني احنا بنتكلم في تنظيف بيت عادي يعني، بس انا عايزة اقول لكم والله احيانا بنتقفل من تنظيف البيت، احيانا بيبقى الموضوع صعب علينا، احيانا بيبقى الموضوع اكبر مننا. النهاردة في الفيديو ده يوم ما انا جيت من السفر، انا نزلت لكم الفيديوهات بتاعة السفر، فده كان الفيديو اللي هو بعد ما روحت الدنيا معايا كانت بجد متبهدله خالص، فقلت ده انسب وقت ان انا اصور لكم فيه الفيديو ده، لان انا فعلا كنت عايزه اصور فيديو من نوعيه اللي هو ايه، كنت بتسأل كتير انا مثلا البيت مكركب ماليش نفسي انضف مش عارفه ايه. فتعالوا نبدا بينا يعني بشويه خطوات بسيطه كده هقولك ازاي ترجعي بيتك يعني احسن من الاول ان شاء الله، ومن غير ما تعملي مجهود كبير. دي اهم نقطه بقى علشان الناس اللي تعبانين زي كده، يعني انا رجليا والله بتوجعني جدا، ف ادعولي بالشفاء. وتعالوا بقى بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة يا بنات، انا اول ما بشوف بيتي متبهدل وانا تعبانة وجايبة الاخر ومش يعني مش عارفة اعمل ايه، فاول حاجة بفكر فيها هي كيس المكنسة، على طول انضف المكنسة بتاعتي. ليه؟ علشان انا مش هقدر ان انا اشيل سجاد، فالمكنسة بالنسبة لي هي يعني لما تكون نظيفة هتنضف لي السجاد كويس جدا بدون ما اشيله. انا هشيل المشات الصغيرة بس بتاعت الطرقة، المطبخ، يعني اللي بين السجاد، الحاجات بسيطة قوي كده. المهم بقى ايه، تعالوا اوريكم اياد بيعمل ايه. كان قاعد هنا شرياله خرز، قاعد بيشتغل بيه يعمل اساور كده، فدي حاجة كويسة عشان يبعد عن التليفون. الاخ التاني ايه كان قاعد بدون ذكر اسماء عشان هو قاعد جنبي دلوقتي، كان قاعد على التليفون. ف فربنا يهديهم كده. ده اهو
دي الاساور اللي هو كان بيعملها. كان بيعمل اساور كده، هي بناتي بس احنا يعني ايه، قاعد يدور علشان يلاقي حاجات اولادي يعملها مش لاقي، احنا بنروح تمارين وكده. فده بقى كانت يعني حاجة كده كان نفسه يعملها، كان بيشوف اخته الكبيرة بتعملها رحمة، فعايز يعمل زيها. المهم، اول حاجه زي ما انتوا شفتوا في الفيديو كده، انا عملت كيس المكنسه ونضفته على طول، وكنت غسلته وكده، لان انا نضفت تاني يوم ما جينا من السفر، ما نضفتش في نفس اليوم. فاول يوم انا غسلت كيس المكنسه وعملت يعني عملت شويه حاجات بسيطه كده. المهم لميت، هقول لكم على الفكره دي لو عملتيها بجد هتلاقي ان 50% من الشقه بتاعتك هتخلص في اول ساعه، وبدون مجهود كبير يعني. بصوا يا جماعة، اكتر حاجة بتكركب لك الشقة والاوض هي الغسيل، هي اللبس. تمام، دي من وجهة نظري. يمكن بيت عن بيت يختلف، يمكن ممكن يكون انت بالنسبة لك مثلا لعب الاطفال كان زمان اللعب دي بتبهدل لي الدنيا مثلا. بس انا من وجهة نظري يعني في كل مرة انا باجي انظف فيها بعمل الموضوع ده. بصوا بقى، بروح جايه حاطه ملايه كده فرشاها، والم كل يعني بدخل الاوض، وباجي طبعا انا نظفت الاوض قبل الريسبشن، فانا دخلت الاوض جبت كل اللبس اللي فيها، اللبس اللي هو النظيف حطيته زي ما انتوا شايفين، انا فرشت ملايه وبدات احط عليها اللبس النظيف اللي هو هيتطبق ويرجع للدواليب. احيانا بقى ايه، علشان هو الموضوع كان فيه سفر وكده، ففي لبس بره نضيف، كان لبس كنا هناخده ورجعنا في كلامنا، لبس مثلا احنا رجعناه نضيف، وفي لبس مش نضيف عايز يتغسل. انا اصلا يوم ما جيت يعني اول ما دخلت كده على طول، اول ما فضينا شنط ومش عارفه ايه، حطيت بدات ان انا على طول احط دورات غسيل في الغساله، علشان انتوا عارفين الغسيل في الغساله الاوتوماتيك بياخد وقت. المهم بدات ايه بالغسيل، غسيل في الغساله، غسيل بلمه من كل الاوض، غسيل مش نضيف بيتراح على الباسكت والغساله شغاله، وغسيل عماله بقى ايه بلم فيه. لميت الغسيل من الشقه كلها وكومته زي ما انتوا شفتوا معايا في اول الفيديو. ورحت كمان الغسيل اللي انا نشرته في اول يوم لما جيت لميته ونشرت غيره. المهم يعني ايه، الموضوع كله كان غسيل في غسيل. قعدت الم كل الغسيل بتاعي وطبقته. وعايزه اقول لكم انت اول ما تخلصي من بند الغسيل ده، انت هتحس ان 50% فعلا من الشقه بتاعتك خلاص رايقه، هتحس ان شقتك رايقه اصلا، شويه حاجات خلاص هترجع في مكانها كده. انا خليت الولاد اياد وحمزه رجعوا لي الحاجات اللي في الارض، شالوها لي كده، اللي هي ايه، حاجات مثلا ورقه مرميه يحطوها في الباسكت، لعبه مرميه يحطوها في مكانها. بدات ان انا يعني ايه اديهم الحاجات وهم يروحوا يعني يساعدوني بصراحه في النقطه دي. تمام. النقطة بقى اللي بعد كده، ابدأي بأي حاجة كبيرة، ودي نقطة مهمة جدا. ابدأي بأي حاجة مساحتها كبيرة. ليه؟ لأن ممكن الحاجة اللي مساحتها كبيرة دي يعني مش شرط ان هي هتاخد وقت كبير، لا ممكن تاخد وقت قليل على فكرة. هديكم مثلا مثال، الريسبشن أكبر ولا المطبخ؟ هتقولولي الريسبشن أكبر. طيب الريسبشن بياخد وقت أكبر ولا المطبخ في التنظيف؟ المطبخ طبعا بياخد أضعاف. فهنا ابدأي بالحاجة الكبيرة. طيب احنا بقى جوه الغرفة نفسها، ايه اكبر حاجة؟ مثلا السرير مثلا اكبر ولا كرسي عليه كوم لبس مثلا اكبر؟ السرير حجمه اكبر. طب عايزة اقولك ان السرير مش بياخد وقت قد ما انتي هتفضي كوم اللبس اللي على الكرسي ده. فابدأي دايما بالحاجة الكبيرة. ادخلي مثلا المطبخ اغسلي المواعين، ابدأي بالحاجات الكبيرة. والنقطة دي في واحدة علقت لي عليها قبل كده، قالت لي يا نرمين انا اتعلمت منك حاجة جميلة قوي، بدأت ان انا لما ادخل المطبخ الم المواعين الكبيرة كلها اغسلها، بحس ان المطبخ رايق على طول وانا لسه في البداية يعني. ودي نقطة مهمة قوي على فكرة. احنا لما بننظف، لما بنيجي كده نبدأ في التنظيف، ومع اول ساعة كده نلاقي ان في نتيجة ظهرت لنا، ان احنا فعلا حاسين بدأت النظافة تبان، ده بيخلينا نتشجع ونتحمس ان احنا نكمل. لكن لو بدأتي ولقيتي نفسك ان انتي لسه واقفة في نفس النقطة اللي انتي فيها، هتحسي ان انتي لا انتي مش قادرة ان انتي تكملي، هتحسي ان انتي مرهقة، انتي بتنضفي على الفاضي، مفيش نتيجة انتي شايفاها ملموسة يعني. النقطة اللي بعد كده بقى،
هتفيد ناس كتير قوي، بما اننا اليومين دول حر قوي وبنكسل عن تنظيف البيت، وبنحس ان احنا همدانين كسلانين هبطانين مش قادرين ان احنا نقوم من مكاننا. فهقول لكم على سر حلو قوي. السر ده هو الوضوء. ممكن ان انتي يعني تدخلي تاخدي دش كامل، تمام، بس انا هقولك على فكرة الوضوء ليه بالظبط، انا هقولها لك. بصوا، انا صغيرة كنت قريت مرة كده ان انتي، انا مش فاكرة قريت ولا كان تقريبا برنامج في التلفزيون يعني شفت فيه الموضوع ده، المهم يعني ان انا تقريبا كده قريت، كنت تقريبا في وقت اعدادي او حاجة وقتها، ان لو انتي كسلانة همدانة تعبانة. بصوا، انا دخلت المطبخ بعمل ازاي، خلصت بقى الريسبشن فحسيت ان انا داخلة على معركة تانية. المهم بقى ايه، فقريت نصيحة كده ان لو حسيتوا بكسل حطوا ايديكوا كلها، يعني ايدك كده لحد الكوع، حطيهم في مية ساقعة وشوية كده يعني وشيليهم، هتحسي كده بفرق وبنشاط. فانا جربت التجربة دي، والحقيقة ان انا قعدت بعديها فترة يعني اعملها، وكنت بحس ان هي بتجيب نتيجة. فالمهم ايه، بعد كده جيت في مرة الصبح، كنا حوالي الساعة 9 الصبح، كنت حاسة ان انا كسلانة قوي، فدخلت اتوضيت، تمام، واتوضيت حسيت كده ان انا لو اتوضيت هفوق يعني، فاتوضيت فلقيت نفسي فايقة وحسيت نفسي ان انا بقيت نشيطة. فافتكرت النصيحة اللي انا كنت بعمل بيها اصلا، تمام، ان انا احط ايديا لحد كوعي كده في المية، وافتكرت ان انا لما باجي اتوضى بغسل ايديا برضو لحد كوعي كده، وبحس كده بنشاط كده وبانتعاش، تمام. فانا في الوقت ده ما كنتش عايزة اتوضى، لان ما كنتش هصلي في الوقت ده، بس انا كنت داخلة ايه، فدخلت بس اتوضى علشان احس كده ان انا يعني عايزه احس بنشاط، كان ورايا حاجات عايزه تتعمل ومش هينفع ان انا انام، وعماله بنام على نفسي خالص، فدخلت اتوضيت. فانا بقول لكم النصيحه دي ليه، عايزه اقول لكم ان انا بعمل بيها لحد النهارده، ان الوضوء ده بيديكي نشاط حلو قوي وبيديكي طاقه حلوه قوي. مش عارفه ايه السر في كده، بس بجد حاجه جميله قوي. فلو انت حتى في وقت مش وقت الصلاه ادخلي اتوضي، ولو انت مثلا هتصلي حاولي ان انت كل صلاه تتوضي، يعني تتوضي وضوء ليها. دي حاجة جميلة جدا ان انتي تتوضي لكل صلاة وضوء مخصوص كده. دي حاجة هتديكي نشاط حلو قوي، حاجة طبعا هتاخدي عليها ثواب كبير قوي، ان انتي بتتوضي لكل صلاة. يعني في ناس يعني بتصلي بالوضوء تقضي بيه عادي صلاتين ثلاثة، لا، اتوضي لكل صلاة بجد والله. الصلاة والوضوء والحاجات دي والله بتبقى لينا احنا اللي محتاجين نصلي، احنا اللي محتاجين الوضوء، واحنا اللي محتاجين الصلاة. نفسي نعمل حلقة حلوة كده عن الصلاة، علشان دي طلبت مني كتير، وعارفة ان هي هتعجبكم قوي. كنا امبارح انا واياد بنتكلم في الموضوع ده، وبقول له قد ايه ان الصلاة دي احنا بنحتاجها ومحتاجين ليها قوي قوي في حياتنا. يعني عندك بقى المواعين، بما ان البيت فوضى بقى، واكيد طبعا المواعين دي مركونة من امبارح، في بقى منها اللي هو من النهارده، في اللي من امبارح. عايزه اقول لكم ان انا كنت راجعه من السفر، كان في حاجات اصلا حلل في التلاجة وكده، ورجعت لقيت التلاجة بايظه، فطلعت بقى اللي فيها وغسلت اصلا كل حاجه وغسلت التلاجة. دي من الحاجات اللي انا عملتها يوم السفر، يعني ان انا نظفت التلاجة، وكانت منزله ميه على الارض، فمسحت بقى المطبخ ونظفت وكده مكان الميه اللي نزلت منها. ودي بقى نصيحة لأي حد مسافر الأيام دي، يا جماعة حاولوا، لأن حصلت برضو نفس الموقف مع أخويا، حاولوا ان انتوا تسيبوا تهوية في الشقة، لأن فعلا أنا كنت مقفلة الشقة خالص بقى علشان التراب، رجعت لقيت التلاجة بايظة بسبب عدم التهوية في الشقة، والجو كان حر قوي، فالتلاجة باظت. فحاولوا ان انتوا تسيبوا شباك كده، اقرب شباك للتلاجة تسيبوه مفتوح علشان يهوي الشقة، وما يبقاش فيه كتمة يعني في الشقة.
طبعا مواعين مركونة، مواعين البيت بقى فوضى، المطبخ فوضى، مواعين مركونة، يعني في حاجات اكيد لازقة في المواعين. فهتشغلي المية السخنة، حطي المواعين بتاعتك في الحوض وشغلي المية السخنة عليهم، وابدأي زي ما قلتلك، هاتي قدامك حاجة كبيرة، صينية مش عارفة ايه، اغسليها في الاول، هتلاقي الدنيا خفت عليكي شوية. اغسلي الرخام اللي يعني انا غسلت رخامة البار، هي دي اللي كان بالنسبة لي متاح ان انا اغسلها. ولسبب كمان ان انا لما بغسل مواعين هنا وبصفيها على رخامة الحوض، بنقلها بعد كده لان رخامة الحوض مش بتكفي، فببدأ انقل على الرخامة اللي ورايا. الرخامة بقى بتاعت الحوض دي كلها خلاص هتنضف بعد ما اخلص المواعين بتاعتي. عندك بقى السلك الخشن ده بقى حلو قوي لما يكون عندك حاجة لازقة كده في المواعين بتاعتك، تروحي جايه. بصوا انا بعمل ايه دلوقتي، المواعين اهي محطوطه في قلب الحوض، الميه السخنه شغاله عليها بالسلكه الخشنه، وبروح جايه عاملاها كده بدون غسيل، انا كده مش بغسل، انا كده بس علشان اي حاجه لازقه في المواعين تبقى سهل عليا. يعني انا كده عملتهم على مرتين، انا كده عملتهم مره بالسلكه الخشنه، نزلت بس اي بواقي اكل لازقه، وبعد كده نزلتهم في الحوض تاني عشان يبقى سهل عليا. بصوا بقى بمنتهى السهوله وبسرعه غسلت كل المواعين اللي عندي. حسيتي بقى ان انت تعبتي، اعملي الفكره اللي انا كنت عاملاها لكم دايما قبل كده، اللي هي بفرش فوطه كده على على الرخام، وببدا ان انا اسند المواعين عليها، دي يعني بتوفر لك تقريبا 50% من المجهود اللي بتبذليه في غسيل المواعين. ايه رايك بقى لو بيتك لاي ظرف من الظروف اتبهدل بعد كده، امشي على شويه الخطوات اللي انا قلتها لك، وبصي ولا تشيلي هم خالص. والله انا كنت يعني من الناس اللي كنت بعيط لما بيتي يوصل للمرحلة دي، وكنت ببقى مش عارفة اعمل ايه. دلوقتي بقى خلاص بقيت عارفة ان هو انا قدامي ساعتين 3 ساعات بالكتير وهروق البيت والدنيا تبقى تمام، ومش هشيل هم اي حاجة في التنظيف. لو بيحصل بقى معاكي الموقف اللي حصل لي ده، حاولي ان انت تحفظي الفيديو ده عندك علشان تمشي على الخطوات اللي انا قلتلك عليها دي. وحاجة بقى أخيرة، طول ما انتي واقفة بتنضفي البيت صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي ليها أثر كبير في جلب البركة والطمأنينة للبيت كله، وده بيديكي كمان طاقة إيجابية وانتي واقفة بتشتغلي، وبيساعدك على الإحساس بالهدوء، وبالتالي بتلاقي نفسك أكتر نشاط وأكتر راحة. الجو العام اللي حواليكي بتلاقيه هادي أكتر، فما تضيعيش فرصة ان انتي تذكري الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانتي بتنظفي البيت. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم ويكون كان مفيد ليكوا، وتكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومة صغيرة خالص، وقولولي ايه اكتر نقطة استفدتوا منها النهاردة. واشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش بقى لايك للفيديو، ومستنية بقى تعليقاتكم. مع السلامة.